السلام عليكم. أقول لمن يصله هذا الخطاب المعني بما سأقول: كد كيدك واسعى سعيك، لن تمحى قضية الحسين أبد الدهر. أخوتي الأعزة، أحبتي، كونوا حذرين من مشاركة المواد الإعلامية والتي ستكون فيها مناصرا للباطل وأنت لا تعلم. السؤال: كيف أعلم هذه المواد؟ أنا أتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر لي مادة إعلامية فأعجب بجزء منها وأغفل عن أجزاء كثيرة، وأغفل عن السياسة العامة أو الرسالة المبطنة لتلك المادة الإعلامية، لا سيما ونحن في أيام القضية الحسينية التي بعض دنيئي النفس يحاولون المساس من مراسيم إحياء هذه الشعيرة. كلنا شاهدنا هذا المقطع الفيديوي الذي نشاهده الآن وإياكم. والله خدمة يعني ما أقدر أوصفها، الله شاهد، خدمة كلش يعني ما أقول أن إظهار المادة أو إظهار هذا الشخص الأخ الكريم بهذه الطريقة باقتصاص واجتزاء الحقيقة لهو بعينه استهداف للشعيرة، وإلا لا نظرنا للمشهد الحقيقي والمشهد الواقع سنرى مشهدا فيه قمة بالإيثار، وهو أن طريق مرور الزائرين في هذه المحافظة في هذه المنطقة لا بد أن يمر من هذا الطريق. هنا قمة الإيثار أن الإنسان يتخلى عن الأمور الدنيوية ويسير بهذا الطريق سعيا إلى سيد الشهداء. شاهدوا هذا المشهد. قطعا ما شاهدناه في البداية ليس كما شاهدناه الآن. هذه الحقيقة أحبتي. كما من يذهب بعد انقضاء الزيارة بيوم أو بليلتها محافظة بهذه المساحة يزورها 20 مليون زائر، ويذهب إلى مكب النفايات في منطقة صغيرة ويصور فقط هذا المشهد ويقول انظروا ماذا خلفت. أقول ليست هذه الحقيقة. الحقيقة هو أن نوسع المنظار، أن ندقق، أن نفحص المواد قبل أن نشاركها. واعلم أخي الكريم أن زر الإعجاب، التعليق والمشاركة سيجعل منك إما مشاركا إيجابيا أو مشاركا سلبيا، فكن حذرا وكن فطنا، فالمؤمن كيس فطن. السلام عليكم.